سمعت انه ابراهيم الخلاني راح يفتح مطعم خاص بالسعوديه. ان شاء الله والله بمملكه صحيح؟ السعوديه ان شاء الله. ان شاء الله هم هناك راح فرعنا يكون هناك. انه خاص بالفلافل، لو انه ممكن انه تستحدث اكلات ثانيه جديده؟ لا لا، هي عندنا احنا سيستم نمشي عليه، فلافل، شاورما، برجر. هي ما تطلع هنا. اكثر على يعني انه غير اكلات؟ لا ما نقدر نطلع، هو سيستم حتى يمشي عندك بكل مكان يعني. شايف هسه احنا عندنا بالعراق هسه احنا ان شاء الله سوينا مطبخ مركزي يطلع من يم هذا الاكل كله يجي جاهز للافرع راح نفتحين كلها. بس اللي بالسعوديه راح يعني هو هذا يبقى مختص هناك. بعد هو توفيق من الله ان شاء الله، يعني همنا شبابنا العاطين عن العمل، العمل موجود، خلي ينظرون لاخوهم الصغير شلون معاناه، حصل عليه ال 5000 نكون واقعيين يعني، ال 5000 ارجع ابوه ماكو شلون هذا؟ انه بالاخر قلت لا خلنا اتوكل على نفسي، ماكو تعيين شلون؟ تانيت التعيين اول بدايه بس ماكو تعيين، يعني كل احنا لازم نتجه للتعيين، لازم نذب نفسنا على الحكومه، لا صح. هنا نقطه نظام، لازم نفتح لنا مشروع، نميزه للمشروع، نحبه للمشروع، نطوره، ونعوف الطاقه السلبيه، حتى بنفس الوقت وعندك صديق سلبي عوفه، حطه على صفحه يعني هذا ينقل فيروز. تجي على نفسك توكل، تسويق موجود، السوشيال ميديا استخدمها بصوره صحيحه، الفيس هذا الانستا، التيك توك، بس نعوف